حاكم حاكم يا قرآن. يسقط يسقط بوتفليقة. يسقط يسقط بوتفليقة. يسقط يسقط بوتفليقة. يسقط يسقط بوتفليقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من الإخوة اللي مشاركين في مليونية. احنا مشاركين في المليونية، ولكننا احنا قطاع، لأن احنا مقسمين نفسنا، فاحنا قطاع مختص بموضوع مالي أو موضوع تدخل الناتو في مالي من خلال الجزائر، فاحنا رافضين هذا التدخل تماما. واحنا بنعلن هنا كشباب متحدين مع اخواننا في الجزائر عن وقفة أمام السفارة الجزائرية يوم 15 نوفمبر بإذن الله. نعم. إيه اللي يخليك أنت كمصري تدعم أو ترفض وجود الناتو في الجزائر والحرب على مالي؟ والله أنا برفض أولا من مبدئين. المبدأ الأولاني إن إحنا أمة واحدة، مصر والجزائر وسوريا، وكما قال الشاعر بين مصر والشام والحجاز واليمن واثبت إلى الأمام فوق هامة الزمن كالأسود لا تهن. فنحن بإذن الله كأمة كالأسود لا تهن، ونحن أمة واحدة. إذا تداعى منها عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف نرضى للجزائر العظيمة بلد المليون شهيد أن تقوم بدور المحلل في الشريعة الإسلامية؟ فقيامها بهذا الموضوع هو يشبه تماما قيام باكستان بدعم الأمريكان في ضرب أفغانستان، ونحن نرفض ذلك تماما. ما هي تداعيات يعني وجود الناتو في الجزائر، بالأخص الموقع الاستراتيجي للجزائر، وكون الجيش الجزائري الآن يعني سيدمر؟ نحن نعلم أن دخول الأمريكان لم يدخلوا بلدا إلا وأفسدوها. ما هي التداعيات التي تتوقعونها لدخول الناتو للجزائر وحرب مالي على كل المنطقة بما في ذلك مصر؟ والله هي اكتمال للمؤامرة الإمبريالية العالمية. فهم بدأوا بجنوب السودان وفصلوه عن شماله، ويريدون أن يفعلوا قلاقل في جنوب مصر، وثم أتوا إلى الطوارق وأرادوا أن ينفصلوا عن جنوب ليبيا، وأرادوا أن يفعلوا بعض الاضطرابات هناك. فتماما إتماما لهذه المؤامرة الخبيثة، فهم يريدون أن يفعلوا كذلك في الجزائر، بأن تكون جنوب الجزائر هي المرحلة الأولى للانقضاض على الجزائر بأكملها والانقضاض على شمال أفريقيا. كشباب ثوري مصري، كيف يمكنكم أن تحولوا دون وقوع ذلك؟ طبعا بالإضافة أو بالتوازي مع الجهود المبذولة في الجزائر. والله احنا هتكون أصلا طلباتنا هتكون سلمية في الأول وقبل